ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل البيتزا زي ما بنشتريها من اكبر المطاعم. هنعرف سر العجينة وازاي تطلع معانا زي الجاهزة واحلى كمان. لو بتشتري الحجم الكبير ده من البيتزا حجم عائلي هتشتريها باكتر من 300 جنيه. انت هتعمليها في البيت باقل من 100 جنيه. شايفين ما شاء الله شكل قطعة البيتزا، وشايفين شكل الحجم بتاعها، وشايفين شكل اللون بتاعها. ما شاء الله قد ايه البيتزا معايا طرية وزي الجاهزة واحلى كمان. عندنا نص كوب من المية الدافية، عليه معلقة صغيرة مليانة من الخميرة ومعلقة مليانة صغيرة من السكر. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب 5 دقايق او 10 دقايق. عندنا 3 كوب من الاكواب المعيارية من الدقيق ونكون نخلينه كويس جدا. عندنا معلقة كبيرة من اللبن البودرة وده اختياري بس بيفرق في الطعم. معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح، وعندنا معلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة صغيرة من السكر، و3 معالق كبيرة من الزيت. بعد كده هنزل بالخميرة والمية بعد ما فارت معايا، يبقى كده الخميرة شغالة معايا كويس. بعد كده في نفس الكوب بتاع الخميرة هحط كوب من المية الدافية وهنزل بالتدريج، وهعجن لمدة 10 دقايق لحد ما تكون معايا عجينة طرية مش بتلزق. بعد كده هديها مسحة بسيطة من الزيت، وبعد كده هغطي عليها واسيبها ترتاح على جنب او تختمر من نص ساعة لساعة. هبدأ بعد كده احضر صلصة البيتزا. معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة صغيرة من الثوم البودرة، معلقة صغيرة من البصل البودرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الزعتر، معلقة كبيرة من الزيت. وهنقلب ده كله كده مع بعض. بعد كده هنجيب صينية مقاس 40 ونمسحها مسحة بسيطة كده بالزيت، ونرش رشة من دقيق السميد. ده اللي هيديكي نفس طعم الجاهزة بالظبط واحلى كمان ونفس اللون. بعد كده هبدأ افرد عجينة البيتزا كده وابدأ اعمل لها حرف من الطرف. بعد كده هجيب شوكة وابدأ اللي انا اخرزها كده، وبعد كده هبدأ ادهنها صلصة بيتزا. عندنا الحشو بقى اختياري، ممكن تعمليها بفراخ او بلحمة مفرومة، ممكن تعمليها بيتزا بالجبن والخضار كده زي ما انا عملت. قطعت شرايح طماطم وشرايح فلفل الوان وزيتون، وحطيت ميكس بين الجبن، جبنة رومي وجبنة شيدر وجبنة موزاريلا، اللي متوفر عندك حطيه. بعد كده الفرن شغال قبلها بربع ساعة على حرارة 200، بتدخل على أعلى درجة حرارة في الفرن في الرف اللي تحت خالص. بتقعد معايا في الفرن من حوالي ربع ساعة ل20 دقيقة أقصى حاجة. بعد كده ببدأ أشغل عليها الشواية وهي على نفس الرف اللي تحت مفيش دقيقتين، وببدأ أخرج صينية البيتزا. أنا ما غطيتهاش زي ما انتوا شايفين شكلها كده ما شاء الله. شايفين